كلنا عاوزين نزود دخلنا صح؟ فهفترض ان كل واحد معاه خاتم وعاوز يجيب له فلوس $5000 سوري 5000 جنيه في الشهر. خاتم بخاتم 4 جرام انا هيجيب لي دخل ايه 5000 جنيه في الشهر. ازاي؟ الراجل ده مجنون، احنا جايين مع راجل مجنون. طيب انا هقول لكم ازاي. الخاتم ال 4 جرام يعمل كام دلوقتي؟ 10000 جنيه تقريبا صح؟ تقريبا 10000 جنيه. طيب ال 10000 جنيه تديني كام دولار؟ $300 تقريبا صح؟ تقريبا يعني. ادي راس مالي $300. اوكي؟ ده ايه؟ المحفظه بتاعتي على المنصه. حلو الكلام؟ طيب $5000 في الشهر، سوري 5000 جنيه في الشهر، يعني كام دولار تقريبا؟ 160 140 ها؟ السعر دلوقتي 140. لا على سعر الرسمي. انا راجل رسمي، انا راجل بتاع حكومه. ها؟ ماشي. هقول دلوقتي تساوي ال $100 ب 3000 جنيه، قول $150. $150. وهقول هم المفروض 22 يوم تداول، هقول 20 يوم تداول. تمام؟ 20 يوم. ال 150 على 20 يعني حوالي 7.5 في اليوم يوميا. ده التارجت بتاعي. يبقى انا لو انا عملت $7.5 يوميا هيديني دخل 5000 جنيه شهريا. الاصل كام؟ ال $300 دولت اللي هم يساوي تقريبا 10000 جنيه. اوكي؟ طيب انت وجعت دماغنا بالكلمه دي، حاضر. هنمشي بيها ازاي؟ احدد ازاي الكميه بتاعتي؟ انا عندي $300 وانت بتقول لي الامر اللي اخده لازم ابقى محدد ان هو يتحمل 150 نقطه. طيب يبقى اذا ال $300 كام 150؟ يبقى انا الامر بتاعي 0.02 مجموع الاوامر في وقت واحد. مجموع الاوامر في وقت واحد. تمام؟ طيب وضحت ولا لسه؟ تاني احنا بنقول عاوزين الريزيرف بتاعي او السيفتي بتاعي ان انا لما افتح امر يتحمل معايا 150 نقطه. 150 نقطه يعني $150. تمام؟ طيب انا عندي راس مالي $300. راس مالي $300 يبقى كام 150 2. يبقى انا لما اخد 2% حجم الامر يبقى انا يتحمل معايا $150. كده ال 300 بتاعتي توقفني بقى، كده المحفظه تقفل. يبقى انا المفروض ما زدتش بحجم اوامر في وقت واحد عن 2%. طيب تنصحني ايه رايكم نخش في الامر 2% على سعر واحد ولا نقسمهم على سعرين؟ على سعرين. ليه بقى؟ خليني خدت سعر الدولار 2000، سوري سعر الذهب 2000، تمام؟ وخدت 1%. طيب يبقى انا لسه لا كده 1% في تمام؟ وخدت 1%. طيب وارتد معايا بقى 2020. يبقى انا لسه عندي ايه؟ 1% وفرصه اكتر ان انا اخد امر سيل ب 1%. انا كده هشتغل على امر سيل، وعندي فرصه اكتر ان انا يبقى عندي امر سيل كمان ب 1%. يبقى انا قسمت ال 2% على امرين. طيب جه السعر وصل 1995. اكسب كام؟ هكسب من هنا $5 سوري $5 ومن هنا $25. يبقى انا لو كنت دخلت ب 2% امر واحد سيل من النقطه دي كنت هكسب 10.
لكن دلوقتي لما قسمت الامر بقى عندي فرصتين كسبت فيهم 30. هو ده اللي بقوله دايما، ما احطش كل، وحتى في شراء الذهب بقولها في النصائح بتاعتي، لما تروح تشتري ذهب في السوق ما تجيبش كل راس مالك مره واحده، جزأ راس مالك 3، تشتري دفعه تستنى، تشتري دفعه تستنى، تشتري دفعه، وتعمل متوسط في الاخر.